السلام عليكم خوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. كما شفتوا فلوس يعني ينفو كتخرجوا من الفقاصه، كتخرجوا لواحد اللوكال اللي يعني على حسب لا كونتيتي اللي عندك، واش 10 واش 20 واش 100 على حسب. كتوفر له تدفئه، يستحسن تخدم بلانفراغوج مثلا، يعني جهاز تسخين تدفئه. هنا خدامين يعني ببوله ديال 60 واط، ولكن يستحسن انك تخدم بالانفراروج. ولكن هنا الا درنا الانفراروج مع يعني لوكال غير صغير غادي يطلع الحراره بكثره، والفلوس كيف ما كنقولوا يعني ملي كيخرج من الحراره ديال الفقاصه اللي هي 37.5 ولا 37.4 يعني كتستقبلو. ما خصكش يعني تعطيه نفس الحراره، تخلي له غير 36، توفر له 36 مزيان. الا درنا الانفراروج 250 واط راه غادي تطلع الحراره حتى ل 40 دوغري. لهذا حاولنا اننا نخدمو يعني نخدمو بهاد البوله هادي. اول ما كتخرج يعني كيخرج من الفقاصه كتخليه يعني واحد تقريبا واحد 8 ديال السوايع حتى 10 ديال السوايع، كيشرب غير الماء دافي فيه شويه ديال السكر باش يعطيه شويه ديال الانرجي، ما تعطيش الماكله ديك الساعات. يستحسن 4 ديال السوايع حتى 10 تعطيه غير الماء على ما يعني كيخوي الكرش ديالو. من بعد منها يعني كتعطيه ديك الساعات الاعلاف المركبه السيكالين ديماراج، لان الديماراج زايد فيه البروتين، وفلوس يعني ضروري كيكون خاصو البروتين في الاول. الا لقيتي كاع تعاونوا خطرات بالبيض مسلوق، تعاون البيض فيه البروتين، ضروري من لي فاكسان. ملي يبان لك الفلوس يعني تحت من البوله وناعس نورمال اولا هكا كيسيركيلي فين بغا، كتعرف بان التدفئه يعني عاجباه، يعني التدفئه ملائمه ليه. ولكن ملي كتلقى ان الفلوس بعيد على جهاز الحراره، يعني بعيد في شي قنت، يعني كتسمى يعني الحراره يعني بكثره هارب منها. ملي كتلقى الفلوس عاود كله مجموع تحت البوله، يعني كيبين لك بانه فيه البرد، خاصو التدفئه بكثره. ما تقدرش تدي على المره الاولى من تحط الفلوس، يعني كيكون يعني فيه البرد غتحطو سي نورمال غيجلس تحت البوله. ولكن من بعد واحد الساعه د المكانه غادي تشوف، الا لقيتيه ساعه د المكانه من بعد ما حطيتيه ولقيتيه مازال في وسط البلاصه يعني اللي حطيتيه فيها مازال تحت البوله مثلا، كتعرف بان مازال خصك توفر له التدفئه. وإلا كان واحد الساعه د المكانه من بعد بقى كيسيركيلي كيف ما كتشوف هكا، صافي كتعرف بان الفلوس يعني عاجبه الحراره، يعني ملائمه ليه. وديما كنحاول انني يعني نفيد المبتدئين يعني بهاد المعلومات هادو، لان يعني ما كاين بزاف ديال الدراري ما كيعرفش كيفاش يربي الفلوس، كيفاش يتعامل معاه، كيفاش يتعامل مع الفقاصه. هذا هو علاش. والله يسخر لكل واحد. مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم.